السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هشوي بطاطا في الفرن، وأحط عليها اللي هي صوص الكراميل زي عربيات اللي هي بتلف في المصيف بالظبط. العيال داقوا البطاطا هناك في المصيف وعليها صوص الكراميل، فحابين إن هم عاوزين ياكلوا تاني، فجبت البطاطا هي دلوقتي رخيصة جدا البطاطا. هشويها في الفرن، بعد كده لما تطلع هنحط عليها صوص الكراميل. ولعت انا الفرن من اسفل وبجيب البطاطا وبرصها بالشكل ده، ومن آن لآخر بقلبها. اولا الفرن النار عالية، لكن لما البطاطا تسخن ابقى هوطي النار عليها. البطاطا بتستوي على نار هادية، ومن آن لآخر هقلب البطاطا بالشكل ده لما تبدأ تستوي ان شاء الله. البطاطا باين عليها استوت، لان انا كل شويه اقلبها من آن لاخر، احط ايدي عليها كده اشوفها الاقيها هي استوت، بطفي عليها البوتاجاز وبطلع البطاطا. دي شكل البطاطا بعد ما خرجناها من الفرن. طبعا بنشويها في اي وقت وبتكون سخنه وجميله في اي وقت انا عاوزاها. هنعملها زي عربيات البطاطا اللي في المصيف، العيال زي ما هم عاوزين. بجيب طبق وباخد واحد وافتحه زي ما هم بيعملوا بالشكل ده، افتحه بعد كده بجيب صوص الكراميل اللي انا عملت بيه فيديو قبل كده، واحط عليه زي ما هو كالوه زي ما هو بيتباع. احط بالراحه بكميه قليله علشان مهما كان ده سكر، يعني نلبي طلبات الاولاد ونديلهم اللي هم عاوزين يدوقوه زي المحلات بالظبط او زي العربيات بالظبط، وفي نفس الوقت نحافظ على صحته. وكده اكون انتهيت، وبالهنا. بصراحة البطاطا المشوية في البيت جميلة جدا، لان عربيات اللي هي في المصيف مش بيشووها. انا جبتها ودقتها، هما بيسلقوها وبيحطوها في العربية وبيجيبوا حتة خشبة وبيولعوها علشان تدخن تدي ريحة الشاي، لكن هي مسلوقة. لكن طبعا بالطريقة ديت اجمل واصح وكويسة جدا بدل ريحة الدخان اللي بيطلع في العربيات اللي بره. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.